دايما كانوا يروحوا عند الكوافير اللي انا بروح له يقولوا له قص لنا قصه نجوى ابراهيم. فانا كنت موجوده، فدخلت واحده ما شاء الله الله اكبر، حاجه كده يعني ايه، سمينه شويتين، فقالت له لو سمحت انا عايزه تقصي لي قصه نجوى ابراهيم. قال لها حضرتك مش هقدر. قالت له ليه وما تقدرش ليه؟ يعني ايه ما تقدرش تقصي لي قصه نجوى ابراهيم؟ انا عايزه قصه نجوى ابراهيم. قال لها حضرتك متاكده؟ حضرتك لا مؤاخذه تخينه، وش حضرتك مليان. قال لها وابتدى يتنرفز. فقالت له لا خلاص انا قررت، يلا بقى عشان جوزي هيعدي عليا كمان نص ساعه. المهم تك 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 تك، قالت له الله بذمتك مش انا بقيت شبه نجوى ابراهيم؟ وجوزها دخل، يا سميحه، كان اسمها سميحه او سميره، خلصتي؟ قالت له خلصت يا روح قلبي. فدخل، يا سميحه، معرفهاش. قالت له انا يا حبيبي قصيت شعري. قال لها انت طالق.